ثورة شعبية سلمية صارت مواكبها بلا إحجام. شهد الريف التهامي في شمال محافظة الحديدة مهرجانا حاشدا للتجمع اليمني للإصلاح بمديرية الزهرة ضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الثالثة لثورة الشباب الشعبية السلمية. في التجمع اليمني للإصلاح ندعو جميع اليمنيين في هذه المنطقة وفي غيرها إلى نبذ الفرقة وثقافتها وثقافة العنف والفوضى. هذه الحشود تقاطرت من مختلف أرجاء مديرية الزهرة، أكدت أن الريف التهامي يتطلع اليوم مع التجمع اليمني للإصلاح إلى يمن جديد أفرزته ثورة كانت هذه الجموع الهادرة قلبها النابض. وقد حصل التغيير المنشود، فلله الحمد والفضل والمنة، وهذا كله بفضل الله جل جلاله، ثم بجهودكم أنتم أيها الشباب، أيها الحاضرون، أيها الأعيان، أيها الصغار، أيها الكبار، أيتها الفتيات. الجماهير التي امتلأت بها الساحات أكدت على ضرورة استكمال أهداف الثورة السلمية وتحقيق مخرجات الحوار الوطني. أنا مبدئي وطني دوما أرتضي، وله حياتي في دنا وولائي، فيه أعيش ولا أعيش بغيره، هو مطمعي، هو مطعمي، هو مشربي وحوائي، هو هذا الروح الذي في داخلي، هو لوحة الوجدان في أحشائي. مديرية الزهرة صنفت من أفقر مديريات الجمهورية في عهد النظام البائد، هي اليوم تتطلع مع شبابها إلى حياة جديدة تعيد هذه المديرية البائسة إلى حياة مفعمة بالمواطنة الكريمة والمتساوية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية الزهرة، محافظة الحديدة.